فاروق أنا مغربي، هل تنصحني أكون في علاقة مع سعودية وها أنت معها في علاقة؟ المهر من أين ستدفعه؟ المهر لديهم بثمن شقة في السكن الاقتصادي لدينا. ها أنت أردت الزواج بها، ستذهب عند والدها يقول لك المهر 30,000 دولار. 30,000 دولار يا رجل تفتح بها 3 مشاريع في المغرب. الخليج انسى، الخليج انسى، مجرد ما تسمع المهور والأعراس والميزانيات لديهم انسى. أتمنى ثقافة المهر تتطور عندكم يا أخي في الخليج. شيء مدمر، ألا وهو أن تأخذ قرض لأجل الزواج، قرض الزواج هذا شيء مدمر. وإنسان للتو بدأ حياته، إنسان للتو بدأ حياته يأخذ قرض 50,000 دولار زواج. العشر سنوات الأولى من زواجه يدفع في قرض الزواج. تدمير للشاب هذا، والله تدمير للشاب هذا. لا يشجع في أي شيء، لا يشجع في أي شيء. عرس ب20,000 من سيحضر؟ رئيس الوزراء. عرس ب20,000 دولار من سيحضر هذا العرس؟ فأنا بالنسبة لي الإنسان شيء بسيط، حفلة بسيطة. ترى الزواج بالأصل فيه الإشهار، حفل الزواج ولإشهار أنك قد تزوجت. حفلة صغيرة فيها أفراد العائلة كافية بسيطة. والله أعلم من لديه الأموال معه. أنا شخصيا لن أخسر أموال كثيرة في العرس وفي المهر. أنا شخصيا يعني مستحيل أدفع مهر أكثر من 1000 دولار، ومستحيل أقوم بعرس أكثر من 3000 دولار. ليس بخل، ليس بخل، عندي المال لكي أقوم بأكثر، ولكن بداية حياتي، يعني بداية حياتي أذهب أقوم بعرس ب50,000 ب60,000. الأمر يدمر الأمر. يعني أنا وأنت يا ابنة الناس للتو سنبدأ حياتنا، ونبدأ حياتنا بالتهلكة. أبدأ أنا وأنت بالناقص، فالله أعلم. 30